اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده نعمل مع بعض شويه قرص كده بالعجوه وساده. عارفين لما زمان لما كانوا بيقولوا حاجة البدرية منسية؟ ده مش حاجة البدرية منسية عشان تقومي تعمليها الصبح بدري، لأ، ده حاجة بدري دي البيت بيبقى هص هص كده ونايمين وتقومي تعملي الحاجة بمزاج. اهو انا بقى بحب اعمل بالليل وعيالي نايمين. هي طلعت في دماغي كده ان انا لما صحيت عشان اصلي قيام الليل نعمل قرصتين كده واشرب معاهم شاي بلبن، كوباية لبن، كوباية شاي سادة. بس هي جت في دماغي شوية قرص بعجوة جنب كوباية الشاي دي. رحت قايمة كده مدعبسة في المطبخ، لقيت شوية دقيق. يعني الحمد لله شوية الدقيق دول ما بيخلصوش من عندي، الحمد لله، فضل من عند ربنا. ما كذبش اللي قال ان ده خير في البيت، اوعي تقطعيه، ولا هو ولا الملح. قمت كده رحت جايبة حوالي نص كيلو دقيق كده بالبركة، والله ما وزنتهم ولا ايه. يعني هم حوالي 3 كوبايات دقيق، كوبايتين ونص كده اللي خدتهم من العلبة. نخلتهم بقى بالمصفى الصغيرة دي بتاعت الكركريه، وحطيت ربع معلقة ملح. يبقى كده بقى انا هحط ايه؟ آه ربع معلقة ملح صغيرة، معلقتين سكر، رشة فانيليا، معلقة بيكنج باودر صغيرة. كده بقى المكونات دي اخلطيها مع بعض مع الدقيق اللي نخلتيه كده. وهنحتاج له حوالي دي كده نص كوباية مية دافية، دافية مش سخنة قوي ولا ساقعة، مية دافية كده لكيس الخميرة الفورية دي، ونص معلقة سكر. ما كتريش السكر مع الخميرة عشان تفور معاكي. اهو كده اقعد اقلب بقى في قلب الخميرة كده لغاية ما الحبيبات دي تنعم معاكي كده وتنزل كده في قاع الكوباية اللي انت عاملة فيها. وهحتاج له عجين قد ايه، لبن قد ايه عشان اعجن الدقيق ده؟ حوالي كوباية الا ربع لبن لبن دافي برضه، ونص كوباية سمنة على زيت. بس انا كده ورا الحبيبات برضه دي لما لينها خالص يعني في قلب المية. كده بقى انا هبتدي ان انا انزل بقى الدقيق ده على الرخامة، عشان انا بحب اعجن على الرخامة زي ما انتوا عارفين. ده كيس الفانيليا اهوت، كنت مأجلاه للاخر يعني، واقلب بقى كله كده مع بعض، بيدي العجينة ريحة حلوة من جوه. بس كده خلطت المكونات بقى، هروح منزلة الخميرة على العجين. بس قبل ما انزل الخميرة بروح منزلة السمنة والزيت، بفركهم كده مع الدقيق يبقى زي حبيبات الرمل كده. انا هنزلهم دلوقتي على على الرخامة، واروح ضايفة عليهم الخميرة الفورية اللي انا مدوباها في نص كوباية مية دافية. بس كده
معلش بس المقطع بتاع الخميرة وانا بدوبها جوه الدقيق كده مش ما لقيتهوش مدموج مع المقاطع بتاع الفيديو. بصي بقى بتقعدي تبسي ازاي كده بقى الدقيق مع السمنة. دخلي كده السمنة والزيت جوه الدقيق ده كده برضو لسه متهيألي ما حطيتش انا الخميرة. ايوه كده انا بقى حطيت الخميرة اللي متدوبة في نص كوباية مية دافية. هبتدي بقى انزل ايه اللبن بقى حبة حبة. قومي كده جربي في نص كيلو دقيق وبتهيألي كل حاجة تبقى موجودة عندك في المطبخ، سمنة زيت حبة بيكنج باودر. هو ممكن بس اللي تشتريه من بره البيكنج باودر والخميرة الفورية. كده بقى انا ببتدي ايه اسايس بقى في الدقيق كده عشان شوية اللبن ما يقعوش من الجناب بالراحة يعني. انا ما عجنتوش في طبق علشان انا عايزة اوريكم قدام الكاميرا. كده بص بقى بهرج بايدي الاتنين كده عشان ادخل اللبن جوه الدقيق والسمنة والزيت. وانزلي باللبن بقى شوية شوية. انا بقولك الدقيق ده ما خدش معايا كوباية الا ربع لبن. بص لما بنزل اللبن بنزله ايه معلقتين معلقتين يعني. كده بقى هلم بقى كل الدقيق اللي على الرخامة ده كله في العجينة. طبعا الرخامة مغسولة وزي الفل، وهي ما بعملش عليها غير هي تطبيقات الاكل بس، ولا بغسل عليها مواعين ولا يعني يعتبر بعقمها على طول. اغسلها وبنشفها شوية خل بعد ما بغسلها بالصابون. كده خلاص كده متهيألي خلصت انا كده كوباية الا ربع لبن. بصي تقعدي بقى ايه من 7 ل10 دقايق كده تقعدي تعجني فيها. وعشان العجينة تطلع ناجحة معاكي دايما او اي عجين يطلع معاكي ناجح ادعكيه من 7 ل10 دقايق اعجنيه وريحيه. كده انا هقعد بقى ايه اعجن فيها شوية كده واسيبها بقى ترتاح نص ساعة. سيبي بقى العجين نص ساعة كده يرتاح. شوفي بقى وراكي ايه تاني تعملي. شطبي الحوض. تبص على بيتك من بره كده محتاج يتروق. يعني ما تقعديش جنبيها وتستنيها. كده خلاص هي ارتاحت اهي وبقت زي الملبن. امسكها بقى اقطعها قطع صغيرة. هي دي عملت لي حوالي 17 قرصة. ده متهيألي اقل من نص كيلو دقيق كده، لان كيلو دقيق معايا بيعمل حوالي 45 قرصة. فانا عايرت كده ايه اوامي يعني قمت ايه قدرت بالنظر كده. وطلعوا شوية قرص بقى زي العسل. عملت نصهم بالعجوة ونصهم سادة. قمت بقى غليت كوباية لبن كده ورحت ايه شرباهم مع القرص دي. كده بقى انا بفرد العجينة بعد ما ارتاحت. افرد بقى القطعة احط جواها حتة. كده بقى انا هدهن الصينية
بشوية زيت صغيرة بالفرشة. بعد ما فردت العجينة وحطيت فيها حتة العجوة أو لو عايزاها سادة، وبروح بقى مبططاها كده في الصينية واسيبها ترتاح ربع ساعة كده، واروح دهنة وشها بمعلقتين لبن كده ومعلقة سكر على الوش عشان ايه وشها يحمر. اهو كده. هي انا كنت عاملة حساب ان العجينة هتاخد كوباية لبن، طبعا العجينة ما خدتش غير كوباية الا ربع، فالربع اللي باقي ده حطيت عليه معلقة سكر ورحت دهنة بالوش. تدهني بقى من الاطراف كده ومن النص بعد ما تسيبها ترتاح شوية، وبالشوكة او بالسكينة لو حبيتي مثلا ان انت تعملي الخطوة دي، ما حبيتيش عادي يعني، بس هي بتتعمل عشان تبان القرصة من جواها اذا كانت دي سادة ولا بعجوة. وسخني الفرن بقى، بص قعرها محمر ازاي وطرية وجميلة. قومي انت زي كده بقى اتشجعي وما تخليش حاجة تقف قدامك، مادام عندك خير ربنا في قلب البيت قومي واعملي ده. شوية دقيق كده والسمنة موجودة والزيت موجود وكيس خميرة وخلاص. ما تنسينيش بقى حبيبتي باللايك، ولو انت مش مشتركة في القناة لو سمحت اشتركي، ولو عجبك المحتوى بتاعي اديني لايك حلو كده من عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.